أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله. اشتهرت عبارة الشيكابيكا في سبعينات القرن الماضي عندما كتب صلاح جاهين أغنية تحمل هذا الاسم، وقام بتلحينها كمال الطويل، وغنتها سعاد حسني في فيلم المتوحشة. لكن اسم الشيكابيكا أقدم بكثير من أغنية صلاح جاهين، فهذا الاسم كان معروفا ومشهورا في الإسكندرية منذ أربعينات القرن الماضي. تعالوا أحكي لكم عنه وأقول لكم معناه إيه. الشيكابيكا اسم أطلقه الإسكندرانية على شوادر كانت تقام ليقدم فيها نمر وفقرات، منها نمر وفقرات تثير الضحك والسخرية، ومنها ما يثير التعجب والدهشة، ومنها ما يثير الخوف والشفقة. شوادر الشيكابيكا كانت مقامة طوال السنة في الساحات الخارجية حول مسجد سيدي أبو العباس المرسي، ولكن نظرا أنه في خلال شهر رمضان تمتلئ ساحات مسجد أبو العباس بالمصلين وشوادر مشاهير قراء القرآن والمنشدين والمبتهلين، لذلك كان يتم نقل شوادر الشيكابيكا إلى المنشية أمام صينية وأرض فضاء بشارع النصر مكان فندق أمون حاليا. شوادر الشيكابيكا كانت بتقام لتعمل من أول يوم من أيام شهر رمضان حتى انتهاء آخر أيام عيد الفطر المبارك، وبعد كده بترجع لمكانها الأصلي في ساحة أبو العباس. وكان يبدأ العمل بعد الإفطار مباشرة، حيث يخرج الناس بعد الإفطار للتنزه والسهر في ليالي رمضان. وكان سعر تذكرة دخول شوادر الشيكابيكا وقتها ب9 مليم، ويقف عند مدخل كل شادر شخص يسمى النبطشي، وهو رجل ومجموعة من الأطفال للدعاية، فينادون بصوت جهوري عالي ليعلنوا عن الفقرات التي ستقدم بالداخل، ليجذبوا أكبر عدد من الناس لدخول الشادر اللي بيعملوا فيه. كانت الفقرات التي تقدم في شوادر الشيكابيكا كثيرة ومتنوعة، منها فقرات تثير الضحك والسخرية. فقرة العروسة، راجل ماسك عروسة لها عينان وفم متحرك، يلعبها ويتكلم معاها، يوهم الناس انها بتتكلم وترد عليه، والناس كانوا وقتها طيبين قوي وبتصدق. في فقرة البلياتشو، زي ما احنا عارفين البلياتشو هو الرجل الذي يلبس هدوم مزرقشة وحاطط أصباغ وألوان في وشه، ومعاه واحد لابس هدوم فلاح، ويوجه البلياتشو النكت وعبارات السخرية والتريقة على الفلاح، والفلاح يرد ويشتمه بطريقة فكاهية والناس تضحك. وكمان فقرات تثير التعجب والدهشة، زي فقرة الأكروبات، شباب أو بعض الشباب والفتيات يعملوا أكروبات ولكنها كانت أكروبات بدائية. وفي فقرة حمل الأثقال، شخص يحمل فرد أو مجموعة أفراد على كتفه ويتحرك بهم ومحافظا على اتزانه، وهم محافظين على اتزانهم خلال فترة حمل الفترة اللي بيشيلهم فيها. فقرة الساحر، حيث يقدم بعض الأعمال السحرية والتي تعتمد في الغالب على الخدع. وفي فقرة راقصة الشمعدان، وهي راقصة تقدم رقصتها حاملة على رأسها شمعدان تتحرك وتتمايل به، محافظة بمهارة على اتزان الشمعدان فوق رأسها. وفي فقرة المنوم المغناطيسي، وهي فقرة يقدمها شخص يقوم بتنويم وسيط ويطلب منه أن يخبره ببيانات بعض المشاهدين في الصالة وما يحملونه في جيوبهم.
طبعا في الغالب بأن هؤلاء الأشخاص مدسوسين بين الحاضرين يتبعون المنوم المغناطيسي. في فقرة البقرة العجيبة، وهي بقرة لها 5 أرجل. في فقرات تثير الخوف والشفقة، وهي الأخطر، زي فقرة أكل السيف، وهو زي ما احنا شايفين في الصورة شخص بيمسك بسيف ويدخله في فمه وينزل لحد معدته. فقرة أكل الزجاج، شخص يضع الزجاج في فمه ويمضغه ويبلعه. في فقرة كتفوني، شخص يقوم رجل أو مجموعة من الرجال بتكتيفه جيدا بالحبال، لكنه يستطيع بمهارة تخليص نفسه من القيد. فقرة فتاة اللمبة، وهي الفتاة التي تحط اللمبة على جسمها تنور، وعلى صدرها تنور، وعلى رجليها تنور. فقرة رجل يضع الجاز في فمه ويخرجه لهب من النار، وفي النهاية يطفئ الشعلة بوضعها في فمه. ده غير فقرات كانت تقدم خارج الشوادر، زي فقرة البريلو، وهو شاب يركب موتوسيكل ويلف بالموتوسيكل داخل دايرة من النار، وكان بتوع ال3 ورقات والبخت والشدة وبتوع النشان وغيرهم وغيرهم. لعل البعض يقول بأن كل ما عرضناه بنشوفه في السيرك والملاهي والموالد، وبيعملوا الحواة في الطرقات والشوارع، لكن ليه سماه الاسكندرانية الشيكا بيكا؟ ومن المقصود بهذا الاسم؟ لما نرجع لقواميس اللغة هنلاقي ان الشيكا شيك دخلت في جسمه شوكة، مقصود بها الشوكة. وبيك يعني لم يجدوا له مخرجا، فتصبح معنى عبارة الشيكابيكا هي الشوكة التي تدخل في الجسم تخالطه وتسبب له العلة والألم، ولا يعرفوا ازاي يتخلصوا منها. فهي الظروف القاسية التي تحيط بالبعض ولا يجد لها مخرجا أو منها هروبا وفرا. هو البلياتشو اللي لابس هدوم مزرقشة وحاطط أصباغ وألوان في وشه علشان يضحك الناس عليه. هي الفتاة التي تتحمل فولتات الكهرباء مهما كانت قليلة لكي تقدم عرض مثير، تحط اللمبة على جسمها تنور، وغيرها وغيرها من الألعاب الخطيرة التي من الممكن ان اقل غلطة تقضي على الشخص او تسبب له العجز التام. لكن في النهاية العرض عليه لكن في نهاية العرض عليه انه يبتسم وينحني امام تصفيق المشاهدين. لقمة العيش لهؤلاء، ليس لهم مصدر اخر يرتزقون منه. ولكن من اطلق هذا الاسم بتلك التركيبة اللغوية؟ ليس من المنطقي أن يكون البلياتشو أو حد من اللي بيقدموا العروض هو اللي أطلق الاسم، فهم الناس شديد البساطة وثقافتهم محدودة للغاية. لكن يبدو أن من أطلق هذا الاسم كان شخصية عالية الثقافة شاهد تلك العروض ورق لحالهم وأخذها أهل القار، فهي مسمى جديد لمهنتهم وله نغمة رنانة.